علشان يبقى عندك ثروة لازم يبقى عندك ذكاء مالي، فعشان يبقى عندك ذكاء مالي لازم تبقى فاهم انت بتحط فلوسك فين. وانا جاي اقولك على 6 اماكن اوعى تحط فيها فلوسك، واخر نقطة هي اهم نقطة، خليك معايا. اولا خلي بالك انت وبتشتري المنتجات المجمعة. زي ايه مثلا؟ زي خد 2 ومعاهم واحدة تالتة هدية، او منتجين مختلفين مع بعض لكن عليهم خصم 10%، فتفتكر ان انت كده بتوفر، لكن في الحقيقة انت تلاقي نفسك صرفت فلوس على حاجات ملهاش لازمة او حاجات مش مهمة بالنسبة لك اصلا ومش محتاجها، فخد بالك من النقطة دي كويس. ثانيا بلاش تصرف فلوس على المشروبات المسكرة او مشروبات الطاقة، واكيد طبعا المشروبات الكحولية. خد بالك اوعى كمان تشتري علب العصاير المضروبة الموجودة في السوق اللي لا تمت للواقع او للعصير او للفاكهة بأي صلة ايا كانت هي ايه. حط كمان في اعتبارك ازاز المياه المعدنية، مفيش داعي ما تشرب من الحنفية هي اشتكت. حط مع دولة ان انت بلاش تصرف فلوس كتير على الاكل الغير ضروري، بمعنى ان انت ممكن تشتري على قد احتياجك اليومي او الاسبوع بالكتير، لكن مفيش داعي ان انت تشتري الاكل بكميات كبيرة وفي الاخر ترمي نصهم في الزبالة. طبعا مش محتاج اقولك خف رجلك على المطاعم شوية واهتم باكل البيت، انضف واقيم وطبعا اوفر. ثالثا كون ان يبقى معاك عربية ده شيء حلو، بس كل اللي معاهم عربيات دلوقتي بيفكروا مرتين قبل ما يتحركوا ويروحوا اي مشوار، ده طبعا بسبب التكلفة العالية للبنزين. فلو مناسب ليك ان انت تريح العربية شوية ويكون اغلب مشاويرك بالذات البعيدة منها على المواصلات، ده هيكون افضل. رابعا خلي بالك من منتجات الضمان الطويل، بمعنى ان في منتجات بتكون بمبالغ عالية جدا واغلى بكتير من اللي زيها وبنفس الجودة كمان، لكن ضمان المنتجات دي بيبقى مدته طويلة شوية. في الآخر أنت مش بتفتكر بعد أكتر من 2 أو 3 إن الحاجة دي جوه الضمان ولا لأ. غير كده ممكن الحاجة تبوظ منك ويجي فن الصياني يقولك لا يا فندم المشكلة دي بره الضمان، وتلاقي نفسك بتدفع ثمن غالي جدا في تصليح. خامسا إياك ثم إياك ثم إياك من إن أنت تستثمر في حاجة أنت مش فاهمها. على سبيل المثال العملات المشفرة، هيقعدوا يملوا دماغك بكلام كتير وفي الآخر هتلاقي نفسك بتحط فلوسك في جيوب ناس تاني، وبعد كده عشان تسحب فلوسك لازم تستأذن منهم الأول. طبعا مش محتاج أقولك إن لو الشركة دي انهارت أو الأسهم بتاعتها وقعت كده فلوسك كلها راحت عليك. سادس حاجة وأهم حاجة الأدوية. لازم تعرف إن الصيدلية دلوقتي فيها أكتر من بديل لنوع الدواء، ويمكن كمان بنفس المادة الفعالة، لكن الاسم مختلف والشركة كمان مختلفة. وإن سوق الأدوية ده سوق كبير الأهم فيه هو الربح مش إن المريض يخف، فخلي بالك لا تكون بتشتري أدوية أنت مش محتاجها أصلا زي المكملات الغذائية، أو دواء يكون فيه زيه أنواع تانية بنفس المادة الفعالة وبنفس الكمية لكن السعر مضروب في 2. وكلمة ليك، في بعض الأحيان بيبقى فيه بيزنس بين الدكتور اللي بيكتب الدواء والصيدلية والكل بيسترزق على قفا المريض. ونصيحة أخيرة، رجع الدواء اللي مكتوب في الروشتة، لأن الصيدلي ممكن يحط لك دواء بديل مش مكتوب في الروشتة علشان يقولك إن كل الأدوية موجودة ومفيش حاجة ناقصة، أو مثلا يحط لك دواء بديل أغلى لأن في بيزنس من وراه. باختصار شركات الأدوية على قد ما بتقدر بتحاول تعمل ديل مع الدكتور ومع الصيدلي في بعض الأحيان. خلي بالك على نفسك وعلى صحتك وعلى فلوسك. سلام.